ازيكم حبايبي؟ هنعمل مع بعض النهاردة الجلاش الخطير ده. طعمه خطير جدا، هو جلاش باللحمة. طالع جميل جدا، بيبقى مقرمش من بره ولذيذ من جوه، مش معجن بقى. وهقول لكم على الاسرار اللي بتخليه ما يعجنش، ويطلع طعمه جميل ومقرمش من بره. يلا نجهز مع بعض الوصفة، بس ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اول حاجة بحط معلقة كبيرة من الزبدة، او طبعا لو عندنا زيت نباتي يكون كويس، ممكن زيت زيتون. بحط عندي حوالي 400 جرام من اللحمة. وبحط بعمل لها صدمة الاول. بعد كده بحط بقى عندي البهارات: ملح، فلفل، بابريكا، توم باودر، بصل باودر. ممكن نحط برضو صماق. طعمه بيبقى حلو برضو في اللحوم. عندي هنا بصلاية برضو مفرومة في الكبة. وبعدين بحط مرقة من الخضار، لو احنا حابين ما نحطهاش ممكن ما نحطهاش. وبشوحها لمدة ربع ساعة تكون استوت. عندي هنا بقى الجلاش حوالي 750 جرام من الجلاش. انا بحب طبقات الجلاش تكون تخينة، بتديله سمك بيبقى حلو. بيبقى طعمه كمان حلو. لما يكون الجلاش طبقاته كتير بتبقى حلوة. بحط بقى افرش الصينية بالزبدة. وبعد كده بحط كل طبقتين احط بينهم زبدة. طبعا بسيح ممكن زبدة بس او زبدة على زيت. الزبدة بتدي توريقة حلوة قوي للجلاش، بتخلي طعم الجلاش جميل جدا. بحط نص كمية الجلاش، وبعد كده بحط بقى عندي اللحمة المفرومة وبسويها في الصينية. ببتدي احط بقى عندي طبقات برضو الجلاش. حتى لو عندي الجلاش مش مظبوط، يعني في حتت متقطعة، بنحاول بقى نظبطها. طبعا ورق الجلاش ساعات ما بيجيش متساوي، وخصوصا لو مجمد في التلاجة. ببتدي بقى اعمل تقطيع بالسكينة كده، قطع مربعة يعني بالطول وبالعرض كده. بعد كده بقى بجهز عندي التشريبة، عبارة عن بيضة بضربها كويس. هحط كمان كوباية من اللبن. الصينية دي طبعا كبيرة، فهي كوباية تكون حوالي 250 ملي. مع البيضة ممكن نحط رشة برضو من الفلفل. بعد كده بسقي بيها بقى الصينية. واحاول ما اخليهاش تيجي على الطروف قوي علشان ما تلزقش. وبعدين ممكن نحط، كانت بقى معايا شوية زبدة كده من الدهان الاولاني، حطيتها بقى على الوش بالطريقة دي. وبعدين بحطها بقى في الفرن على درجة حرارة 220. هي بتحمر لوحدها من غير ما اشغل الشواية ولا اي حاجة، احمرت بقت جميلة جدا وطعمها خطير. وكمان لذيذة، طرية من جوه مش معجنة، وفي نفس الوقت مقرمشة. وهسمعكم دلوقتي صوت القرمشة بتاعتها، جميلة جدا وحلوة وهتعجب الولاد. لو عجبكم بقى الفيديو متنسوش لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل